لو انا جيت سألتك انت وقاعد في مكتبك في الشغل في مصر، وكتبت لحد تاني ايميل بس الشخص ده قاعد في امريكا مثلا، فانت لما بتدوس ارسال الايميل بيوصل في نفس الثانية. طب ازاي؟ وهل ده مثلا بيحصل لما انت برضه بتكتب كومنت على الفيسبوك او بتنشر بوست على الفيسبوك وفي لحظتها الناس كلها بتشوفه؟ هل ده بيتم بنفس الطريقة برضه؟ ده اللي احنا هنعرفه في حلقتنا النهاردة. جاهزين؟ يلا بينا. لو انت من الناس اللي مقتنعة بان الانترنت بيشتغل عن طريق شبكة اقمار صناعية حول الارض، فانت غلطان. لان الاقمار الصناعية دي مسؤولة بس عن 1% من نقل اجمالي البيانات اللي بتحصل على الانترنت، سواء بقى بوستات او بحث على جوجل او ارسال رسائل او غيرها. علشان نبدأ بس مع بعض نفهم هو الانترنت بيشتغل ازاي، تعال بقى نرجع للمثال بتاع الايميل اللي انت بعته من مصر لامريكا. الفكرة بمنتهى البساطة انك عايز تنقل حاجة من نقطة A لنقطة B. الانترنت مثلا بنعرفه بنقطة A ونقطة B عن طريق حاجة اسمها الاي بي ادرس بتاعك، وده عبارة عن كود او رقم مميز للجهاز اللي انت متوصل بيه بالانترنت، سواء بقى الجهاز ده كان تليفون او كمبيوتر. طبعا انت مش فاهم والكلام كبير، خليني ابسطها لك. حاول تتخيل ان الاي بي بتاعك ده عامل زي بصمة صباعك اللي وظيفتها انها تميزك عن باقي المليارات من البني ادمين اللي عايشين على الارض. واي بي تليفونك ده واي بي جهاز الكمبيوتر بتاعك مش موجود زيه على الارض تاني، مهما كان عدد الاجهزه اللي موجوده. على حسب الاي بي بتاعك والاي بي بتاع اللي انت باعت له الايميل، فمحتويات الرساله دي بتروح لحاجه اسمها انترنت داتا سيرفيس، اللي هي خوادم البيانات. ودي عباره عن سيرفرات عاديه خالص بس موجوده جوه مباني اسمها مراكز البيانات. دلوقتي انت دوست ارسال على رساله، هنا بقى بيجي دور كابلات الانترنت، ودي كابلات متوصله بين كل مراكز البيانات على مستوى العالم. وفي منها كابلات تحت الميه، وفي منها كمان اللي مدفون تحت الارض. السبب ان البشر لجؤوا للكابلات دي هو انهم لقوا انها ارخص بكتير واسرع من انك تستخدم الاقمار الصناعيه. عشان بس احطك في الصوره وتبقى فاهم، لازم تعرف ان دفن الكابلات دي كان موضوع صعب جدا فوق ما تتخيل. حضرتك الكابلات بتاعت الانترنت دي احتاجت حوالي 200 سنه عشان تتحط في مكانها. طبعا انت هتقولي دلوقتي يعني الانترنت شغال من 200 سنه واحنا لسه عارفينه من قريب. هقول لك لا، كمل معايا عشان تفهم. انت تعرف ان في على مستوى العالم دلوقتي حوالي 300 كابل تحت الميه؟ لو حطيتهم ورا بعض عشان خاطر تعرف طولهم، هتلاقيهم حوالي 825 ألف كيلو متر مربع. حوالي 97% من إجمالي البيانات اللي بتنتقل في الإنترنت بتعدي بالكابلات دي أصلا. يعني مثلا خلينا أديك مثال عشان خاطر تعرف قد إيه الكابلات دي طويلة. لو جينا نشوف ال 825 ألف كيلو متر دول قد إيه، تخيل معايا كده. فدول يكفوا إنك تجيب كابل تطلعه من الأرض للقمر وترجعه تاني للأرض، وتقوم جايبه محزم بيه الكرة الأرضية من على خط الاستواء 3 مرات. 3 مرات. على فكرة، أول كابل إنترنت تحت المية اتركب سنة 1858. طبعا تيجي تقول لي هنا هو كان في نت سنة 1858؟ لا، بس هو كان في تليفونات سنة 1858، واحنا استخدمنا الكابلات دي كنقل للإنترنت. كابلات الإنترنت دي بقى مش حاجة واحدة، وأقطارهم بتختلف. في منهم اللي قطره عامل زي قطر خرطوم الحنفية بتاع بيتك، وفي منهم اللي قطره بيعدي 3 بوصة، يعني حوالي 7.5 سنتيمتر كده. لو جينا فتحنا كابل من دول هنلاقي جواه ألياف بصرية زي ما انت شايف كده، ودي اللي بتنقل البيانات. وبيبقى حواليها مادة بتحميها من المية، بتكون متصنعة من حاجة شبه الجيلي كده، بيكون مستخرج من البترول. وحواليهم في كابلات حديد ملفوفة. وعشان ترمي كابل من دول في أعماق المحيط موضوع مش سهل خالص، وبيحتاج منك على الأقل شهور، وبيستخدم فيه سفينة مخصوص كمان عشان خاطر تعمل كده. في كابلات من اللي تبقى في أعماق المحيطات دي بتبقى على عمق كبير جدا، ممكن توصل ل 3750 متر تحت سطح المية، وده بيخليها تتعرض لمشاكل كتير ممكن تتسبب في قطع الكابلات دي، زي مثلا إن يحصل زلزال في قاع المحيط، أو إن الماسورة الصلبة اللي ماشي فيها الكابل دي تصدي، أو على الأقل تتكسر، أو ممكن حتى سمكة قرش تقطع لك الكابل ده بأسنانها. في مشاكل كتير ممكن تحصل فيها، وعشان خاطر نصلح الموضوع ده بتبقى عملية معقدة جدا. يا إما أشخاص بينزلوا يصلحوها وده بيبقى خطر على حياتهم، أو سفينة مخصوص بتعمل كده. طب دلوقتي بعد ما الكابل بينقل البيانات دي بيوصلها لأقرب مراكز في أمريكا، يا ترى إيه اللي بيحصل؟ خلينا أكمل لك. دلوقتي الكابلات اللي مدفونة في المية دي ليها محطات في كل دولة، هي بتتسمى محطات الهبوط.
بحيث ان محتويات الايميل اللي انت بعته بتوصل عن طريق الكابل لاقرب نقطة هبوط بتاعت اقرب مركز بيانات على ساحل امريكا. اول ما بيوصل للساحل في كابل تاني مدفون تحت الارض بيفضل ماشي فيه لحد ما بيوصل لمركز بيانات بتاع المدينة المرسل ليها اللي هي تحديدا مثلا نيويورك. وعشان خاطر تعرف، امريكا بس فيها حوالي 542 كابل انترنت بيخدموا حوالي 273 مركز بيانات في امريكا بس. زي ما انت شايف كده، الخطوط الصفراء دي هي كابلات الانترنت المدفونة في امريكا، والنقطة الزرقاء دي هي كل مراكز البيانات الموجودة داخل امريكا بس. خليني اعرفك ان مراكز البيانات دي اماكن مش هقول لك سريه، بس خليني اقول لك ان في امريكا مثلا مش هتمشي في الشارع هتلاقي مبنى مكتوب عليه يافطه بتقول لك ده مركز بيانات بتاع سيرفرات الانترنت. لا، عاده او طبيعي المراكز دي بيكونوا في حتت مقطوعه في الصحراء. زي ما انت شايف كده، ده مركز بيانات لشركه جوجل، وكمان مركز بيانات لشركه فيسبوك. ومش معنى كده ان ما ينفعش نبني مركز بيانات في نص المدينه، لا خالص. لو حصل واتبنى مركز بيانات جوه المدينه فهتلاقيه مش متعلم بحاجه مميزه، مبنى مبهم كده ما تفهمش ده بتاع ايه ولا مين اللي ماسكه ولا ايه وظيفته. ومثال على كده مركز البيانات اللي موجود في مدينه لوس انجلوس الامريكيه، واحد من اكتر المراكز اللي عليها ضغط شغل في العالم كله. تخيل كل ده بيحصل في اقل من ثانيه عشان خاطر رسالتك توصل او تعليقك الناس تشوفه في ثانيه، او بوستك الناس تقدر تعلق عليه بكل سهوله. وانت ممكن كمان تشير الفيديو ده عشان الناس كلها تشوفه يعدي في مراكز البيانات كده. وبكده تكون حلقتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.